السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم باذن الله رايحين نحضروا وصفه الدواره المقليه في لاكوكوط بطريقه سهله وبسيطه. النتيجه رائعه، بنينه بزاف، طريه تذوب في الفم. نبداو الوصفه تاعنا، بسم الله. عندنا كمية نتاع الدوارة على حسب أفراد العائلة: الرية، المصارن، الكرشة. كنت نقيتهم وشللتهم بالماء والخل وقطعتهم مرسوات هكذا صغير. ودوكا في لاكوكوط نتاعنا نحطو الدوارة اللي كنا نقيناها وشللناها بالماء والخل وقطعناها مرسوات صغار. نضيفو لها الماء الساخن. كنت سخنت الماء من قبل حتى تتغطى كامل الدوارة نتاعنا. نزيدو نضيفو ملعقة صغيرة نتاع الملح، وحوالي 6 ملاعق كبيرة نتاع الزيت. وهذا الزيت هو اللي حتنقلع فيه الدوارة تاعنا، يعني ومن بعد كي ينشف هذا الماء ما راناش راح نزيدو الزيت. كي يكون الماء راح يغلي نغلقو لاكوكوط نتاعنا ونخليوها 20 دقيقة. بعد 20 دقيقة نفتح لاكوكوط نتاعنا. الماء راهو نشف، قعد غير هداك الزيت اللي ضفناه. نضيفو نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود ونصف ملعقة صغيرة نتاع الكروية. نزيدو نضيفو ملعقة صغيرة نتاع الخل باش نحيو الريحة نتاع الدوارة، ونحركو حتى تنقلى وتتحمر الدوارة نتاعنا في هداك الزيت اللي قعد في لاكوكوط بعد ما نشفنا كامل هداك الماء اللي درناه. وكنت قليت معاها ليفخيت كإضافة. كاين بزاف اللي يحبوا ليفخيت مع اللحوم ومع الدوارة مع الأسماك. والدوارة تاعنا راهي جاهزة كيما راكو تشوفوا. الدوارة المقلية في لاكوكوط بطريقة سهلة وبسيطة، حتكون بزاف بنينة وطرية ماشي كيما اللي نقليوها في المقلة. ان شاء الله تعجبكم، جربوها. خليولي تعليقاتكم، دعموني بزر الاشتراك، والى اللقاء في وصفة اخرى، وشكرا.